موارد الشركات الناشئة عادة بتبقى محدودة جدا، عشان كده بتبقى محتاجة دايما أرباح تدخل لها علشان تغطي مصاريف الإنتاج والتشغيل. فلازم يكون في عدد كاستمرز كتير بيدفعوا، وعشان يكون في كاستمرز كتير لازم يكون المنتج بيخدم قطاع كبير أو حجم السوق المستهدف يكون ضخم، وهو addressable market size. في فيديو النهاردة هنتكلم عن شركة أمازون للتجارة الإلكترونية، أمازون ماركت بليس، وهنشوف الشركة إزاي قدرت تكبر سوقها جدا، وإزاي قدرت تكون واحدة من أكبر الإي كوميرس بلاتفورمز عالميا. كمان هنتكلم عن إزاي نعرف إذا كان حجم السوق كبير ولا صغير باستخدام التام والسام والصم، وإيه أهمية الأرقام دي للمستثمرين. فتعالوا نبدأ. حجم السوق المستهدف الكلي Total Addressable Market Size أو التام هو مجموع الإيرادات اللي ممكن تيجي من السوق ده. مثال، سوق الطعام في مصر بيقدر في 2023 حسب ستاتستا بحوالي 182.7 بليون دولار. معناها إن المواطنين أو غير المواطنين سكان مصر عامة بيصرفوا حوالي 182.7 بليون دولار على الأكل. وطبعا سوق الطعام في مصر ضخم جدا، وده بسبب عدد السكان الكبير، وهيكبر سنويا بمعدل 7.32% في الفترة ما بين 2023 ل 2027. فلو اعتبرنا اننا عملنا شركة منتجات غذائية واخدت مثلا 1% من السوق ده، احنا بنتكلم في ارباح بحوالي 1.8 بليون دولار. فده فايدة انك تشتغل في سوق كبير، عشان في البداية لو اخدت نسبة صغيرة من الماركت ده فانت ستيل محقق ارباح عالية. لو اتحركنا لمثال عالمي زي امازون ماركت بليس بيتعامل معاه حوالي 300 مليون اكتف يوزرز، والموقع بيسجل حوالي 197 مليون زيارة شهريا. ارباح امازون ماركت بليس بس وصلت ل 370.5 مليار دولار في 2022. امازون في وقت تصوير الفيديو ده عندها حوالي 200 وير هاوس في 20 دولة، وبتوصل منتجاتها ل 130 دولة. ايه السبب ورا نجاح امازون بالشكل الكبير ده؟ السبب هو معادلة أمازون إنها بتعتمد على تقديم منتجات عديدة بأسعار منخفضة، وفي نفس الوقت وقت توصيل سريع جدا، وديستريبيوشن كفرج عالي. فتعالوا نشوف إيه أصل المعادلة دي. الحكاية بدأت في 2001 لما حصلت مشكلة الدوت كوم بابل. في الوقت ده طلعت شركات تكنولوجية كتير جدا، والمستثمرين بقوا بيحطوا فيها فلوس كتير لأنهم شايفين البوتنشال في قطاع الانترنت عموما. ولكن اللي حصل إن كتير من الشركات دي البيزنس موديل بتاعها ما كانش قوي فوقعت. في الوقت ده حامة الشكوك حوالين أمازون اللي كانت أونلاين ريتيل بيبيع كتب ومنتجات تانية. ساعتها أمازون كانت هي السيلر، فجيف بيزوس كان تحت ضغط إنه يخلي أمازون تكبر بسرعة جدا، فقرر إنه مش بس يعتمد على أمازون بس as a seller، لا هو هيعتمد على الكولابوريشن، وأمازون تكون ماركت بليس فيه سيلرز كتير بيعرضوا منتجات متنوعة، وده كله علشان نحسن الكاستمر اكسبيرينس. ومن هنا بدأ كونسبت أمازون فلاي ويل، بمعنى عشان أمازون تكبر فهي محتاجة تحسن الكاستمر اكسبيرينس، لأن دي الكريتيكال بوينت أو الخطوة الأساسية اللي هتخلي عدد الكاستمرز يزيد ويشتروا من أمازون باستمرار. ولما الإقبال على الموقع يزيد، السيلرز أو البائعين هيتشجعوا إن هم يعرضوا منتجاتهم أكتر على أمازون، وبالتالي الكاستمر اكسبيرينس هتزيد برضو، وهكذا. وبالتوازي بقى لما الكاستمر بيس تزيد، ده هيقلل تكاليف أمازون على البيعة الواحدة، وده أكيد هيسمع في إن أسعار المنتجات تكون أرخص، وطبعا هيزود رضا الكاستمرز عن الخدمة اللي برضه هيزود الترافيك، وهكذا. ودي الطريقة اللي قدرت أمازون تزود بيها أرباحها وتبقى من أكبر الإي كوميرس ماركت بليسز عالميا. ولأننا بنتكلم عن حجم السوق من ناحية الأرباح، فده معناه إن الكاش مهم جدا عشان يخلي الشركة تقدر تقوم وتتحمل الصدمات. أمازون بقى متميزة جدا بالكاش كونفرجن سايكل، بمعنى إن أمازون بتقدر تحصل على الفلوس من العميل بسرعة، فبيكون عندها كاش كتير تقدر تستخدمه في تحسين خدماتها والاستثمار في أسواق جديدة.
في 2022 كان الكاش كونفرجن سايكل أو دورة تحويل النقد الأمازون بتساوي 10.58% يوم. يعني الفلوس بتدخل بدري الأمازون بحوالي 10.58% يوم. أمازون بتبيع المنتجات اللي في مخازنها في خلال 27.41% يوم، وبتحصل فلوس المنتجات دي من العملاء بخلال 26.72% يوم، في حين إنها بتسدد فلوس السيلر أو البائع في خلال 64.71% يوم. وده معناه إن أمازون بتدخل الفلوس بدري وبتخليها عندها حوالي 10.58% يوم قبل ما تدفعها للسيلر. طب ليه؟ عشان تستثمروا يا إما في تحسين الأوبريشنز أو المنتجات، أو إنها تتوسع في أماكن جديدة، أو أي مصدر من مصادر الاستثمار الأخرى. عشان كده في 3 عناصر لازم يكونوا متحققين عشان الشركة تشتغل كويس. 1، إن المبيعات أو السيلز تكون عالية، وده بيجي لما نشتغل في سوق كبير ويكون في product market fit، بمعنى إنه الناس حابة تشتري البرودكت بتاعنا وشايفاه مفيد. رقم 2، لازم يكون النت بروفيت مارجن عالي، بمعنى صافي هامش الربح لازم يكون عالي أو مناسب بالنسبة للسوق. طبعا هامش الربح ده اللي هو سعر البيع ناقص التكلفة الإجمالية، سواء كانت تكلفة المنتج أو تكلفة التشغيل. رقم 3، إنه لازم دورة تحويل النقد أو الكاش كونفرجن سايكل تكون بالسالب، يعني الكاش بيدخل الشركة بسرعة وممكن يقعد شوية قبل ما الشركة تقوم بالتزاماتها. لأن لو حجم السوق عالي والربح عالي بس الكاش بيتأخر عقبال ما بيدخل الشركة، يعني العملاء بياخدوا المنتج وبيدفعوا بالآجل، الشركة لو مش عاملة حسابها بتقعد فترة متعثرة، بمعنى إن هي مش قادرة تستخدم الكاش عشان تكبر وتستثمر أكتر في السوق، وبالتالي دي مشكلة كبيرة. عشان كده لازم ال3 شروط دول يتحققوا. خلونا بقى في حجم السوق، بما انه هو موضوع الفيديو النهارده. في شركات بتختار ان هي تارجت ماركت كبير جدا بربح صغير زي امازون وول مارت مثلا، وفي شركات بتقول لا انا ههتم بماركت صغير بس هاخد هامش ربح عالي قوي زي مثلا فراري ولامبورجيني ورولكس. كلاهما صحيح، اللي بيفرق معانا في النهاية هو صافي الفلوس اللي داخل في الشركة كام، ده المهم. طيب ازاي بقى نعرف اننا بنتارجت ماركت كبير او صغير؟ عندنا 3 معايير نقيس بيهم، هما التام والسام والصام. TAM stands for Total Addressable Market، SAM Serviceable Addressable Market، SOM Serviceable Obtainable Market. التام هو حجم السوق المتاح عالميا للبرودكت بتاعنا. تعالوا نقول اننا هنبدأ مصنع بيصنع كوتشيهات مريحة للرياضة، فلو افترضنا اننا الشركة الوحيدة في العالم اللي بتصنع كوتش رياضي، وكل الناس اللي بتلعب رياضة بتشتري مننا، واننا بنبيع كوتشي ب$100، واحنا مهتمين بفئة الشباب من سن 18 سنة ل 35 سنة اللي بيعملوا رياضة على الأقل 3 أيام في الأسبوع، فلقينا ان عدد الناس دول في العالم كله حوالي 500 مليون شخص. يبقى إجمالي مبيعاتنا لو افترضنا ان احنا هنبيع لكل واحد كوتش واحد في السنة هيكون حوالي 50 بليون دولار، وده هيبقى التام. بس احنا مش لوحدنا، في شركات كتير في العالم بتقدم منتجات منافسة، وبرضو احنا ما نقدرش نوصل لكل الدول. كمان اختلاف درجات الحرارة والظروف المناخية ممكن ما يخليش الكوتشي بتاعنا مناسب لكل الدول، فخلينا نركز على الشرق الاوسط بما انه شبهنا، يعني احنا شبه بعض في الكالتشر تقريبا وفي الظروف المناخية. فهنتارجت حوالي 20 مليون شخص اللي بتنطبق عليهم الشروط دي. يبقى بنفس الحسبة هنتوقع ربح 2 بليون دولار، وده هيبقى السام، وهو حجم السوق اللي البرودكت بتاعي هيكون مناسب ليه جدا. بس في مشكلة، احنا موجودين في مصر، واول ما نبدأ اكيد مش هنبيع في الدول العربية على طول، لا خلونا نركز في مصر الاول. ده حتى مصر كبيرة جدا، في بعض المحافظات هيبقى صعب جدا ان احنا نوصل لها، فخلونا بس نركز في القاهرة واسكندرية دلوقتي. وطبعا نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة فاحنا نركز على فئة من الكاستمر اللي قوتها الشرائية مناسبة لسعر البرودكت بتاعنا. فحسبناها كده ولقينا ان هم حوالي 500 ألف شخص، فساعتها هتبقى مبيعاتنا حوالي 50 مليون دولار، أي ما يعادل 1.5 مليار جنيه تقريبا. وهو ده الصم الماركت اللي أقدر أبدأ بيه ومتاح ليا دلوقتي. احنا اتكلمنا في أرقام كتير قوي، ليه الأرقام دي مهمة؟ هنتخيل مثلا إننا عايزين استثمار
وفي مستثمر جاي عشان يستثمر معانا، فاحنا قلنا له والله احنا عايزين ناخد $1,000,000 في مقابل 20% من الشركة. فالمستثمر جاي ومتوقع ان هو هياخد 10 اضعاف الرقم اللي هيدفعه في خلال من 5 ل7 سنين. يعني لو عمل استثمار ب1,000,000 جنيه النهاردة، هو عايز ياخدهم بعد 5 ل7 سنين 10 مليون جنيه. لو قلنا ان احنا شركة جبارة وفي خلال 5 سنين حققنا 25 مليون دولار مبيعات، وقلنا ان ربحنا او الايرنينجز بتاعنا حوالي 25% من المبيعات. لو استخدمنا طريقة الماركت مالتيبل لحساب قيمة الشركة، واحنا اتكلمنا عنها قبل كده في الحلقة التانية من برنامج تحليل شارك تانك، ممكن تشوفوها من هنا، هنقول ان مثلا الشركة في مجال الريتيل بيكون قيمتها حوالي 8 اضعاف ربحها السنوي، فقيمة الشركة ساعتها هتساوي 50 مليون دولار، وحصة المستثمر حاليا بتساوي 10 مليون دولار، يعني 10 اضعاف قيمة الاستثمار $1,000,000. يبقى احنا كده شركة زي الفل وحققت التارجت دان. فطبعا ما ينفعش الصم بتاعنا يكون 50 مليون دولار واحنا نروح نقول للمستثمر ان احنا هنحقق 120 مليون دولار في خلال 7 سنين. نفس الكلام مع السهم اللي هو الرقم اللي احنا حسبناه من التوسع في الدول العربية. فايدته ان احنا خلاص لو مرتاحين في مصر وعايزين نتوسع للدول العربية، نبقى عارفين بنفس الموديل نقدر نوصل لمبيعات قد ايه. كمان لو احنا تمام في الدول العربية وشايفين ان احنا نقدر نتوسع عالميا، نقدر نعرف مبيعاتنا ممكن توصل لحد فين لو طبقنا نفس الموديل، وتعتبر جزء من التام. عشان كده الارقام الثلاثة دول مهمين جدا. اخيرا الكاش مهم جدا 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 للشركات، عشان كده معادلة الربح لازم تحقق 3 عناصر، وهما المبيعات او السيلز، 2 صافي هامش الربح او النت بروفيت مارجن، 3 دورة تحويل النقد او الكاش كونفرجن سايكل. اشوفكم على خير مع ريادة.